اقسم بالله هقول لك على نصيحة من اجمل النصايح اللي هتسمعها على الاطلاق، ولو عملتها زي ما انا بقول لك السكينة هتخش جوه قلبك ومش هتخرج. الناس حواليك تبقى خايفة وقلقانة وموجوعة ونايمة بالليل وهي مرعوبة، وانت عندك امان نفسي لا يمكن ان حد يتخيله. صلي لربنا، اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تصلي، اوعى يعدي عليك يوم من غير ما تقف ما بين ايدين ربنا وتدعيه. الصلاة بتريح القلب، الصلاة بتطمن البني آدم، الصلاة ده ميعاد ربنا عمله عشان نقف قدام ربنا ونطلب، نقف قدام ربنا ونقول له يا رب احنا تعبانين. ميعاد ربنا عمله لنا عشان نتكلم مع العظيم، مع ربنا سبحانه وتعالى، عشان تطلب منه. اما بتتكلم مع ربنا وانت بتصلي وانت بتطلع اللي جواك بتبقى مطمن، تبقى مش خايف، يبقى مفيش اي حاجه مهدداك، تحس ان انت رايح تشتكي للاعظم على الاطلاق، للاقوى على الاطلاق. الدنيا تتدربك وتجري على ربنا تقول له يا رب انا خايف، انا لوحدي. يبقى نفسك في حاجه وتجري على ربنا تقول له يا رب انا عايز ده. تبقى بتحلم بحاجه وتجري تقول له. والله العظيم اما تصلي هتبقى ما انتش خايف، هتبقى مستريح، هتبقى حاسس ان انت امن، هتبقى حاسس ان مفيش اي حاجة في الدنيا جاية عليك، هتبقى حاسس ان انت في راحة نفسية. والله ما حسيتها في حياتك قبل كده. صلي يا ابني قبل ما الوقت يفوتك، صلي. مفيش حاجة في الدنيا اهم من انك تصلي، مفيش حاجة في الدنيا اهم من انك تبقى قريب من ربنا. احلامك، كل الحاجات اللي انت نفسك فيها، كل الشرور اللي موجودة في حياتك وضدك، كل الحاجات اللي بتوجعك واللي بتألمك واللي جاي عليك هتروح اما تصلي لربنا بس ركعة وتقول له يا رب انا ماليش غيرك. صلي عشان يصلح قلبك.